عسلامة، مرحبا اليوم باش نعمل معاكم جوزة النمر اللي هي التيجر. الريسيت هذي شُفتها في التيك توك، فما زوز أخوات عملوها. يظهر لي واحدة من الخليج وواحدة جزائرية والّا مغربية، الحصيلو تشهي منظرها على الآخر، حبيت نجربها. التيجر بطبيعته توا موضة في اللبسة في كل شيء، هاكا نحب نجربها وأول تجربة ليا وباش نعطيكم بالطبيعة النصائح اللي وصلت لها. الريسيت عادية كيما عملتها معاكم قبل، أما باش نعمل مقدار بسيط، باش نعمل 100 جرام زبدة مع 50 جرام سكر أنا نرحي فيه ديما بالمولينكس. سكر بالطبيعة ماذا بينا أرطب. معاها بيضة بحرارة الغرفة. الزبدة بالطبيعة راهو تنجموا مارجرين كيما تنجموا بير بور، بالطبيعة إذا باش تبيعوا راهو ديما تاكل فيها من بعد تفرق. قطرتين من روح الفانيليا وإلا ساشي وإلا نص ساشي سكر فاني. نحاول أن نخلطهم بالكدا. هنا تنجموا تستعملوا العجينة وإلا الركادة خير لكم وأسرع وريزلتات تكون خير برشا. أمانة وسعت بالي وخلطتها بالركادة اليدوية لوين تولي القوام موسو. أنا هنا ما وليش موسو برشا خاطر بالركادة اليدوية. من بعد باش نحط نصف ملعقة قهوة خميرة كيميائية اللي هي بيكنج باودر. رشة الملح. رشة الملح ديما تبين المطعم بالكدا. باش نحط هنا عندي 250 فرينة الكل في الكل، وراهي فرينة تشرب فرينة لا عظمة كبيرة عظمة صغيرة، ديما معناها الفرينة باش نتبعوا تبع. اما انا هنا باش نحط بريسك 200 جرام دقيق والا اقل شوية، ممكن 180 جرام الكل حطيت دقيق. نخلط بالمغرفة. تبعوني كيفاش نعمل وخدموا كيفي. نخلط بالمغرفة هو يولي القوام هكاكا شبه متماسك، مازال ماهوش متماسك متوسط. وانا نهز تقريبا ثمن يزيني، معناها كي نهز الثمن الخليط هذاك باش يكفيني نخليه على جنب. واللي تبقى باش نزيدو الفرينة ونلم ما نعجنش باطراف الاصابع. اول ما تولي لي الخليط نتاعي متوسط سوبل زاده متوسط سوبل مش متوسط يميل للكساحه، لا يميل انه يكون سوبل كي تشدوه باليد نظيفه يبدا ما يتلصقش وفي نفس الوقت متماسك متوسط. هكاكا معناها باهي راهي زوزه وين تكون طريه شويه وين تجيكم هشوشه خير، وين كاسحه تجيكم مشقه وتجيكم التعب. نحطها في ساشي بلاستيك ونخليها على جنب. الخلوط الاخر باش نقسمه على زوز والا تعملوا البارتي الفاتحه اكثر. نزيدوا شويه كاكاو، زدتوا نص مغرفه كاكاو الخلوط الفاتح، وزدتوا زاده الفرينه باش نردوا متوسط مع القوام نتاعو يكون متوسط. ردوا بالكم هنا راهو القوام كي يبدا كاسح شويه من بعد يتعبكم في الخدمه. البارتي الثانيه باش نزيدها الكاكاو، هاكا شفتوا ملعقه قهوه باش نردها معناها غامقه، هاكا عينكم ميزانكم انتم ردوها غامقه. ونخبيهم في ساشي بلاستيك. تنجموا ترتحوهم ربع ساعه من بعد تنجموا تخدموا ديريكت كيف ما عملت انا. اول حاجه باش نجبد داك الفاتح عملته بودان رقيق على الاخر كيما تشوفوا. وباش نحل كالكحل شوكولاتي الغامق. نردو سمك تقريبا 2 مليمتر ونغلف اكل بودان الفاتح. نغلفه دوره واحده معناها جيست ما يغطيه. هذايا البودان الاول. زاده ننصحكم تعملوا زاده دي بودان يكون فيها الخلوط الغامق ما يغمهاش الكل، يبقى شويه بارتي ناقصه خاطر التيجر مش الكل يبدا توتور. فما شوكولاتي غامق، فما اللي يبدا بارتي منها ناقصه. هاكا انا باش نعملها ديما هاكا. شفتوني هنا حاولت نسمعها وزاده من بعد في القسام باش نزيد نرققها اكثر خاطر ماذا بينا يكونوا آه، جويدين على الاخر. هنا باش نعمل بودان اخر. انتم نوعوا مره بودان ناقص مش مغموم بكله، مره بودان مغموم بكله. يلزمنا في الزوزه هذه يلزمنا نعملوا الموتيفات هذوما اقبل، ويلزم نشكلوا زوزة اقبل. ماهيش كيف الاخرى ما طابت هي ما عملنا احنا كعبيت، لا هذه يلزمكم تشكلوا كل شيء باش تولوا طيبوا خاطر تبتا وتشد يد. ريتوا البودان هنا ناقص. هنا سافا كملتهم. الابيض حليته بودان باش نوزن الكعبه الاولى وعيني ميزاني باش نوزنها 7 جرام. نوزنهم كل 7 جرام ومن بعد نقص بالوهيه معناها على حسب الحبات الاولانيين اللي قصيتهم. الطريقة هذه أسرع وأسهل. نحاول ديما بالطبيعة فما بنات باش تبيع. أنا هنا الميثود الأولى إني نهز كعبورة بيضة نكعبرها بين يديا، أما في بالي نصور وتصويرة باين عليا يا أخي طلعت هكا جيست ما باينة شوية. البيضة نردها كعبورة بالكدا ومن بعد نقص كيما شفتوا حكاية 2 مليمتر. نسويها نسمعها زادة الكعبورة الكحلة نسمعها بين يديا نردها دورة ونعمل 5 وإلا 6 ما نفوتش دايرين. ومن بعد نوزنها أنا كي نوزنها معك السبعة 5 وإلا 6 سبعة يجوني 8 جرام، إذا نعمل 6 يجوني 9 جرام. الترونش الكحله راهو ديما جويده وديما سمحوها وردوها كعبوره. ونعمل كان من فوق ومن الجناب، ما نعملش من اللوطه الاسفل لا، اسفل الكعبوره لا. هذه الميثود الاولى اللي خدمت بها. ومن بعد باش نقول لكم كيفاش عملت طريقه اخرى اني نسرع العمليه اكثر. راهو تنجموا البيضه تردوها استوانه معناها كيما نعملوا ديما الزوزه هكاك هي خير تجي مليانه خير. من بعد وليت نوزن البيضه معها بودان صغير ماكا الشوكولاتي وين يولوا 8 ولا 9 سافا. ونهزك البودان شوكولاتي نزيد الروليه شويه ونقصوا على 5 ولا على 6. والكعبوره البنيه راني نلصقها بركه جوست نلصقها معناها ما نسمحهاش فهمتوا، تبدا جوست لاصقه وكهو ما العجينه سوبل شويه تلصق بسهوله تامه.
مانيش لا باش نسمحوها ولا شيء، أما ننصحكم أنتم تعملوها أكل على الطول، الكعبورة البيضا على الطول، والكعابير الشوكولاتية تعملوها الفوق هكا، ال5 هكا الكل تعملوهم الفوق وكهو الأسفل ما يبدا فيه شيء. بالطبيعة وإحنا نخدموا ديما جربوا الكعبة الأولى ولا الثانية، أما طريقتي أنا راهي صحيحة من غير ما تبقوا تجربوا. وديما الكعبات وقت اللي نحطوهم في الصينية نغطوهم بسيلوفان ولا بساشيه باش يبقوا لنا طريين حتى يكشي نكملوهم الكل ونطيبوا. من بعد كي باش نطيبوا تسخن الماكينة نحطوا أكل الكعبير الشوكولاتية هي لوطا، وهكا كما شفتوا القفاء ما فيش زينة، على خاطر حاجتنا كان بالوجه، احنا حاجتنا كان بها من الخارج وكهو. نخليها تطيب تعمل لون فاتح والا تبقى بيضة، هي تبقى بيضة تجيكم هشوشة اكثر. تعمل لون فاتح زيادة مع الوقت هذيك تولي هشوشة. هاكا أنا كمية بسيطة وشدتني وقت أما هو بالتعود الواحد يتعود، بالتعود الواحد يولي يستسهل هالخدمة. شوفوا محلاهم ومزيانهم. أنا طيبت لها كراميل اللي عملته معكم في القناة، أنا عملته بالطريقة الصحيحة وباش نهبطها إن شاء الله في القناة. نحك الزوزة بالطبيعة على صفاية ولا على غربال ولا على مبرشة الجبنة كالصغرونة بالكل. وإذا كعبة ناقصة راهي ماهيش باش تطيش، إذا كعبة ناقصة بعد ما تنحوا الزايد منها تبرشوها كلها، معناها القاع نتاعها على البراشة الوين تولي مسويه كلها، توليكم هكاك كعبه ناقصه تزيدوها من بعد كي تعبوها على كعبه كامله تجيكم باذن الله مريقله مش باينه جمله. وهنا انا باش نعبي الكراميل كاني غمقت اللون نتاع السكر خفلت عليه غماق، انا ما جانيش مر بالطبيعه. انا هنا عبيت كان النص، انتوما بالطبيعه وين تعبوا النص التكلفه نتاع البيوع تكون اقل، وين تعبوها من الجناب ومع كعبه بوفريوه التكلفه تكون اكثر. اما انا نعبي النص، انا للدار نعبي النص بركه. وديما كي تعبوا حاولوا الجناب من الجناب نتاع الزوزه تحطوا فيهم شويه، تعدوا عليهم شويه بالملعقه باش تشد عليهم البارتي الاخرى. بالطبيعة تنجموا كعبة بوفريوة مع البارتي الأخرى وتبدا ناقصة مش معبية برشا بالكراميل، تنجموا تحطوا شوية فاكهة محمرة كونكاسي زادة في وسط الكراميل وتعبوا وكل قدير وقدره، وهي وين أقل سكر وين خير. إن شاء الله عجبتكم، بسلامة.